السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مبتدئ الشطرنج. ان شاء الله النهارده هنتعلم ازاي نعمل الدبل تشيك او الكش المزدوج، يعني هنكش الملك عن طريق قطعتين. تعالى كده ناخد انترودكشن او مقدمه عن التكتيك ده. واول مثال معايا عندي الطابيه والحصان والملك على خط واحد زي ما انتم شايفين. طبعا انا لو حركت الحصان هيبقى كش ملك عن طريق الطابيه. ممكن كمان اكش الملك عن طريق الحصان، ان انا لو جبت الحصان في الخانه دي هقول كش ملك عادي جدا بالحصان، وهيبقى كش ملك برضه بالطابية. كده معناه الدبل تشيك او الكش المزدوج بقطعتين. تعال نجرب كده مع بعض. هنقول كش ملك، كده الملك اتحرك، طبعا ملوش اي مكان تاني يتحرك فيه. انا لو جبت الطابية وقلت كش ملك هنا هيبقى كش ملك مات، لانه مش هيعرف ياكل الطابية المحمية بالحصان، وكمان مش هيعرف يتحرك. هنا الوزير، هنا عسكري، هنا عسكري، وهنا الطابية موجودة. تعال كده نجرب. كش ملك مات. الموقف اللي معانا ده نفس الموقف اللي كان معانا بالظبط، بس زيادة عليه ان في وزير واقف قدامنا. يعني الطابية والحصان برضو على نفس الخط، بس في وزير واقف. هنضطر نضحي بالوزير، بمعنى ان انا لو جيت بالوزير ووقفت هنا كده هنقول كش ملك، لازم الملك ياكل. لما ياكل هيبقى برضو نفس الموقف بتاع المثال الاولاني، ان هو الطابية والحصان والملك على خط واحد. وممكن برضو نعمل نفس الحكاية ان احنا نحرك الحصان هنا ونقول كش ملك. طيب تعال كده نجرب مع بعض. هنقول كش ملك هياكل. دلوقتي كده الملك بقى على خط الطابية برضو. لو حركنا الحصان دلوقتي قلنا كش ملك، نفس النظام بالظبط على المثال الاولاني، وجبنا الطابية كده كش ملك مات. الموقف اللي بعد كده، بتحليل الموقف كده احنا ممكن نعمل ايه علشان نحاول نخلي فيه دبل تشيك او تشيك مزدوج. وطبعا هنا في موجود الوزير الاسود عايز يضرب الخانة دي عشان يقول لي كش مات، فانا مهدد بالكش مات. وكمان عندي وزير الوتر ده مفتوح، ممكن اقول كش ملك هنا، كش ملك هنا، بس طبعا الحصان هنا هياكل. طيب في الحالة دي ممكن اعمل ايه؟ انا لو شفت هنا برضو عندي طابية وعندي فيل وعندي وزير برضو على نفس الخط، نفس المثال الاولاني، ان انا لو جبت الوزير ووقفته هنا قلت كش ملك، لازم الملك هياكل. ساعتها هيكون في طابية وفيل على خط واحد اللي هو خط الملك. وممكن بعد كده اجي اقول كش ملك بالفيل، كش مزدوج كده بالفيل والطابية. طب تعالى نجرب كده مع بعض. كش ملك اتحرك طبعا، واعمل بقى كش مزدوج بالفيل هنا كده، وكمان بالطابية. تعالى كده مع بعض. كش ملك طبعا هيتحرك. طبعا الملك دلوقتي ملوش اي مكان يتحرك فيه، ولا هنا ولا هنا ولا هنا، عشان هنا الحصان والعسكري موجود، وكمان هنا الفيل ضارب الخانة دي، وكمان الخانة دي ضاربها بالطابية. طبعا انا لو جيت بالطابية في الخانة دي كده طبعا محمية بالفيل، هيبقى كش ملك مات بالظبط كده. المثال التالت هيكون اتقل شوية. انا عندي هنا طبعا الوزير ضارب الخانة دي هو والحصان، فبيقول لي كش ملك مات، وطبعا الفيل ضارب الخانة دي فبيقول لي كش ملك مات برضو. فانا محتاج ان انا ادي كش اجباري، يعني ادي كش ملك في كش ملك علشان اكسب انا. طيب تعالى كده نحل الجيم. انا معايا طابية ووزير على خط واحد، بالاضافة ان انا معايا عسكري طبعا محتاج يترقى، كمان في موقف كويس جدا ان هو ضارب الخانة دي والخانة دي. تمام. وكمان العسكري ده قوي جدا عشان الفيل حميه، ومعايا كمان فيل اسود ممكن يعمل دبل تشيك لو احنا احتاجناه. ممكن نفكر نعمل ايه في الاول بالوزير، نفس الامثلة اللي فاتت. لو جيت هنا قلت كش ملك، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هو طبعا هياكل الوزير. تعالى كده نجرب. نقول كش ملك، تمام اكل بالفيل. دلوقتي عندي اختيارين، اكل بالطابية واقول كش ملك، ولا اكل بالعسكري وارقي واجيب كش ملك. لا، انا من رأيي نرقي ونجيب وزير، علشان بعد كده يكون عندي الطابيتين، يكون في موقف كويس جدا اقدر بعد كده اقول دبل تشيك. تعال ناكل كده بالعسكري ونجيب وزير. هو اكل بالطابية. انا دلوقتي طابية وفيل على خط واحد على خط الملك. لو انا جيت عملت كده دبل تشيك بالفيل وبالطابية، هيكون كش ملك مات، علشان برضو الفيل ضارب الخانة دي. تعالى كده نجرب مع بعض. كش ملك ده مهدد الملك، والطابية مهددة الملك، وكمان الفيل ضارب الخانة دي. ما تقدرش طبعا الطابية ما تقدرش تعمل هنا تمنع الكش، عشان طبعا في كش تانية، وما ينفعش الحصان حتى يرجع
هنا يحمي علشان في كش تانية من الفيل. فده هو ده دبل تشيك او الكش المزدوج، بيبقى فيه تكتيك قوي جدا علشان اكش الملك وكمان يحصل تشيك ميت. المثال اللي بعد كده برضو محتاج ان احنا نعمل تضحيات وكمان نفكر كويس قوي. ممكن نعمل دبل تشيك ازاي؟ انا معايا الوزير على نفس خط الملك، يعني لو طلعت بالطابية فوق وقلت كش ملك هيبقى كش مزدوج. تعالى كده نجرب مع بعض. كش ملك طبعا اكل الفيل. في كش تاني ان انا اجيب الطابية هنا. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن انزل بالطابية هنا، لا طبعا هتتاكل من الملك. اجي هنا هيتاكل. طيب في العسكري ده ممكن يطلع خطوتين ويهدد الملك. كش ملك تمام. طبعا لو كلت الحصان بالوزير وقلت كش ملك، طبعا الملك اتحرك في الخانة دي. تعالى كده نشوف مع بعض. طبعا اتحرك. محتاج اقول له كش ملك تاني، فانا ممكن اقول له كش ملك هنا كده عشان احمي الطابية. طبعا فاضل بس كش مات في المكان ده، يبقى كده انا كسبت. بس طبعا في كش مات بسهولة اسهل من كده. وبعد ما اتحرك كده ممكن ما اكلش انا بالوزير، ممكن اكل بالعسكري. لو اكلت بالعسكري قلت كش ملك يبقى كش ملك مات، مش عارف يتحرك هنا وهنا عشان الوزير وهنا كمان علشان العسكري، وما يقدرش ياكل العسكري. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. في الموقف ده عندي الطابية ضربة العسكري ده والعسكري ضرب الخانة دي. طيب تعالى كده نجرب مع بعض. نقول كش ملك، الملك اتحرك، بقى عندي طابية وفيل وملك على خط واحد. ممكن بعد كده اعمل دبل تشيك زي ما انا عايز بالفيل والطابية. تعالى كده نجرب مع بعض. كش ملك تمام كده. الملك ما يعرفش يتحرك في الخانات دي لان الطابية ضربة الخانات دي كلها، وكمان الخانات دي الفيل ضاربها. فالملك ملوش غير الخانة البي 7 ممكن يتحرك فيها. فطبعا انا لو جيت قلت كش ملك هنا كده هيبقى المفروض كش ملك مات. طيب تعالى كده نجرب مع بعض. نقول كش ملك، طبعا هيحمي بالحصان، فعادي جدا ممكن هاكل بالحصان، وساعتها هيكون الخانات دي متاحة بالنسبة له. تعال نقول كش ملك، طبعا اتحرك. في الحالة دي ممكن انا اكل الطابية عادي جدا وبرضه هيبقى كش ملك، وده اسمه كش ملك بالكشف. كش ملك طبعا هيتحرك. ممكن برضه علشان احمل فيل ارجع تاني واقول كش ملك. في بعد كده ان انا اقول كش ملك بالفيل واحاول اضيق عليه. ممكن بعد كده برضه اعمل كش ملك بالكشف لان في طابية. ارجع كده واعمل كش ملك بالكشف. طبعا هو رجع بيحمي بالوزير. طبعا انا اكل الوزير بالطابية، هو هياكل، انا ارقي براحتي، هو اكل اكل. بعد كده اقول له كش ملك واحاول بعد كده ان انا اكل العساكر دي وارقي. ممكن اموت بطابية وملك عادي جدا. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم فيديوهات جاية ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامة.